مش كل لثة بتبان مع الابتسامة هي جامي سمايل، ومش كل جامي سمايل علاجها بيكون البوتوكس. بشوف بنات كتير بتيجي العيادة عملت بوتوكس للجامي سمايل ومش راضية عن النتيجة، سواء حاسة ان ضحكتها بقت فيك او مش طبيعية، او انها حاسة ان البوتوكس ما ضافلهاش اي نتيجة. والحقيقة ان ده بسبب ان الجامي سمايل اسبابها مختلفة. اول حاجة، لو اللثة بتبان اقل من 3 مللي فاحنا مش محتاجين نتدخل باي طريقة علشان الضحكة ما تبقاش مصطنعة. لو اللثة بتبان من 3 لحوالي 10 مللي ساعتها لازم نشوف ايه سبب المشكلة. هل ان العضلة بتشتغل بشكل مبالغ فيه فمحتاجين نقلل حركتها شوية باستخدام البوتوكس، او ان الشفايف العلوية رفيعة فمع الابتسامة بتختفي خالص وساعتها محتاجين نزودها شوية باستخدام الفيلر. لكن لو بيبان جزء من اللثة اكتر من 13 مللي تقريبا ساعتها بنريكومند ان احنا نروح لطبيب الاسنان، لان احنا محتاجين نقص اللثة او نقلل منها شوية. بعد كده نيجي نشوف احنا محتاجين بوتوكس ولا بوتوكس وفيلر عشان توصلي لاحسن نتيجة وتكوني راضية تماما عن ابتسامتك. لو محتارة انتي انهي شكل من الجامي سمايل ابعتيلي صورتك وانتي بتضحكي وهحاول اساعدك ايه افضل بروتوكول ليكي.